بعض السلف علماء الصالحين تمت كم إذا وحولها لا تستبدئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي دي وحلها دعاءها الله يا من تبعينه طريقي أي كو صامر العيد أديها معصية كو أوضيه دعاء المرن كي كو صامر لها أقبل كير معصية يدن بلا تكور جوكست نشاعر ما وحول الله نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة للدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب إلهي وين برينا ما لنت نبهنا مركا ينبر واقعيسنا واسيجي سنين أقول لي إنك شاعرك سيدين الدعاء أقبل كذا ورجيني نسوي لك الطريق هذا الدم بكو أضنيك لي أدابت اللي حادو حكم إذا قفكو إنه إسكد أيوه وحلا إلى هذا حرام توا واجب إسكدين توا واجب أقبل كالدعاء أنا أساس قيوتي سعادي سعد نورنا إلى النبي وحو كعد صلي إنه هاي كذبه مستجاب الدعوة الدعاء سلا أقبله كذبنا وحو يقولي أطب مطعمك تستجب دعوته سيد على الله أقبله وحال أنا يسهجات حلال من الشك الدلال وحلال شعن حلال قوضة رسولك صلى الله عليه وسلم وحال يقول حديث صحيح البخاري كسوغان لا يأتين على الناس الزمان تلك وقت ما صمر الدورة لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحلال أم من الحرام من حرام وقت لا ذاتك كل من دون قفك آلو آليه لينحو عنيه ما حلال بكيمي مساء حرام ما حلال با مساء حرام ما أفك الجليا لقوطة أما لقاطة يبقى قفك ورن دونه وقت يرى فتنة وقت قدرت الدين تو أيكو يراتي إيمانك كقول منا واحد سكب دموي مركينا عند إله يسوع أماني حرام إيا وقت جنا ينتاجنا هاي وحاد فربنا بين يقول احتراءات برمركا إسكافيسو والدين تإله يبندق واحد قولنا يسد عاد الله أقبله نبي عليه الصلاة والسلام وسي وضدت كأنه باقى وحوله بني آدم كي ورهيب وناكسين وحي وناكسنا وأقبله مؤمنين توحي وحو فريوا وحو مرسلين تؤون فري مرسلين تمركوا لهذا القرآن كلها اللي يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم عمل ونأكسنا السماء عنا حلالا عنا إنما مركوا لها إن لها اللي يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحنا يقول رزقني كيس حلاشا عنا وكن الوكوه رمي قفد عيسانية ولكن حرام كحرام ونذا عبيد درك قوني دقشرة ولا حرام وحنا بكسر جبجبية فأنه يستجاب لذلك دعاء السماء أقبلها دعاء آداب تأدب بدنتها علماء وحي تلبامان هو سواء وحيابه ووينا وحيابه سي قارقار كأهس مركو قفك الدعاء سنة يسي فعليه وراعينا يوحكم له إنه إلهي أمانتي سكب بالعظة سيدو نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدعاء سكب وقنيس رسولك ونكسن صلى الله عليه وسلم إنه قصة اليوم انت ما مشيغ انه دنا حديث با كسو wada aroortay inuu go'aamiyo ducadiisa oo aan shaki ku darin ilaahu aqbal hadaa doonayso waa inaan oranin ilaahu aqbal waa inuu ku celceliyaa gacmihiisa waa inuu kor u qaadaa si uu ilaahay uga sugo ila martibu yahay wuxuu ugu soo ridayo isagoo daahira waa inuu ilaahay baryaa dambigiisa isagoo qiranaya ducadu waa inuu kamid tahay baahi waa inuu ilaahay u muujistaa ducada waa inaanu ku tacadiiro aanu ku xadgudbin دعوينك قاقابنا جوامع الكلمة وإن إلهي بريا واختيار فضلك بدن يقولها فضلك بدن وإنه كل الدلالة واختيار فضلك بدن بكم تهي مركز السجود سي هاي قفكو هذا كي قيمة الدحدودة هذيك صلاة الليل كوقت مركز وقع قفكو مالك الجمعة جاني كيس الدنبه واختيار المضر كسود جايو وقت لو قفكو سناية فرا المتكستوها هذا فرا أما سومي هاي ليلة القدر مالك عرفة صلاة الدبد ولا ومركع مع التحيات كتيرنا وقت أذانك لا رواقة يمركع قيمة لبضنا كل كعالو قال الله يسهيو وقت وقفك هردة هذين كي كسوقعه وذكر جنا آخره وقت يلا ساد دعاء الله أقبله رسول صلى الله عليه وسلم وحي نوش يجد قار كونه دعاء الله أقبله وحكملها لبدا قفك لما كان يسد عينيه كدبدا كاغا سد عينيه ادنا ودنك ugu ducaynayso dadka muslimiinta markay yihiin dad Allah yaqaan oo miir qabo aragti wanaagsaneed islaamka ay ku nool
isma nacdalaano isma habaaraano isma dicaadeeyana way isduceeyaan marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo akhlaaqiyaadka wanaagsan ummadda baraya kuwada noolaan lahaayeen waxa uu leeyahay qofku walaalkii waa loo aqbalaa ducadiisa hadduu ka maqan yahay adducaa bidahri lgayb baa la yidhaha ducada waalidka markaa qof kastoo waalidkii u nool yahay aabba iyo hooyada waa inuu isku dayaa habeen iyo maalin inuu ka ducaysto ka farxiyo dadka musaafiriintaabaa ducadooda la aqbalaa in laga ducaysta ay tahay qofka sooman iyo qofka la dulmiyayo isagana ducadiisa la aqbalo habaarkiisa la iska ilaalinayo marka la doonayo inuu yahay madar shubo waa in laga duulayaa dulman iyo dulmiga in dadka laga dulqaado oo dulmiga iyo laga baxo waxyaabaha madaalimta la kala hayo imaamka caadinka ah ee islaamka dadka ku dhaqaya ducadiisa la aqbalaya waladka saalixa ah waalidkiisa markuu ducaynayo waa loo aqbalaya iyo waqtigaa qofka hurdada uu ka soo kaco rasuulku sala allahu calayhi wasalam siyaqu ducaa wuxuu inoo dooray ducooyin gaagaaban oo mustajaaba oo lagu tilmaamo jawaamicu ducaa ducooyinka wax badan koobaya nin asxaabiyaa isku dayay inuu ducaysto oo jannadu ilaahay baryay qaybaheeda kala duwan fooqiyadeeda iyo xuruuciinteeda iyo halkaa marka waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu u ducaysan lahaa buu ilaahay baryay oo kooban kuwaasaynu markaa ducadaasaynu kusoo gabagabayn doonaa iyada oo aynu ku dadaalayno had walba inaynu ilaahay barino subxaanahu watacaala rabbi berigiisana aynu badino soomaalidana runtii waxyaabaha ay ammaan ku leeyihin bay ka mid tahay inay ducada aada u jecel yihiin oo ay aada u daneeyaan aadna ugu khushuucaan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa dhammaanteenu sawaabkayna waafajiyo madarkana inoo shubo allahuma rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر الظالمين وصلت الظالم بالظالم وأخرجنا من بينهم سالمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك يا أرحم الراحمين اللهم أمطر علينا الغيث وأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد